مشاهدينا اوقات كثير لما نحتاج مبلغ مالي بشكل سريع، اول جهه بنلجا لها مو البنك ولا المؤسسه الماليه، بتكون العائله. صحيح، يعني اخ، اخت، خال، عم، او حتى ممكن يكون حدا قريب بس مغترب. كثير من العائلات السوريه صار عندها نظام تمويل خاص فيها، يعني من سلفه صغيره لمشروع كامل. بس دخول المال على العلاقات احيانا بيخلق مواقف محرجه او حتى خلافات طويله، خصوصا اذا ما كانت الامور واضحه من البدايه. لهيك منا اليوم بفقره بالجيبه بدنا نحكي عن الاسره كبنك غير رسمي، هيك اسم الفقره اليوم. كيف ممكن نحقق التوازن مشاهدينا بين الدعم والمحبه وبين الحقوق والالتزامات الماليه؟ واكيد معنا الخبير المالي عبد الله قاسم اغا لحتى نحكي اكثر بهذا الموضوع. يسعد صباحك عبد الله. صباح الخيرات. يسعد صباحكم. يعني موضوعنا اليوم هيك مثير للجدل شوي. تماما. وبتعيشوا كل العائلات السورية. بتعيشوا كل العيال، مزبوط. تمام. صحيح، يعني هلا صارت العائله هي بديل البنك بالنسبه لكثير عائلات سوريين، خصوصا الوالده على طول بتكون مخبيه مصاري وهي العنصر الحنون مثلا بالعائله، فدائما ابنها الصغير بيجي بياخذ منا المبلغ الفلاني بيختفي. تماما تماما. للامانه هن فعلا العائله عم بيكونوا بنك غير رسمي، يعني ما بدون ترخيص يعني وداخلي. وهذا الكلام هو نحن بنعيشه مثل ما تفضلتي روز، انه نحن الوالده دائما بتكون هي السند الاول لنا بالامور الماليه اسهل ما اتواصل مع الوالد مثلا واقول له بدي مصاري، وبتعرفوا كيف التبعات بتكون. الوالده دائما بصير في معاملات لانه فيها للسيره. بالضبط. وهذا بحد ذاته هو نمط عم بيكبر بالعائله وعم بينتشر. لما بيكبروا الاولاد، العائله بيكبروا اولاد العائله وبيصيروا كبار، وهلا انتشروا حول العالم او بنفس البلد قاعدين، قد ايه هن بيكونوا سند لبعضهم البعض، وقد ايه بيكونوا عم بيسندوا بعضهم البعض. صحيح. طب خلينا نحكي عن هيك، يعني عن الطرف الايجابي قبل ما نبلش بالسلبي. شو ابرز المزايا للتمويل العائله مقارنه بالقروض التقليديه اللي تبع البنوك؟ يعني لا شك انه هذا نمط من انماط التكافل بالمجتمع، وخلينا نقول نمط لازم نحن نكون يعني واعيين نحن وعم نستخدمه، وانه نحن نساعد بعضنا البعض وقت الازمات تحديدا. بس دائما بده يكون الانسان عنده عقلانيه وحكمه هي المساعدات، لحتى ما تتحول لاستنزاف للشخص اللي عم بيدعم او عم بيمول او فهي النقطه هي نقطه كثير ايجابيه، قد ايه بتنقذ بعضنا البعض، قد ايه بتحمي الاسر من انها يعني خلينا نقول توقع بفخ الفقر على سبيل المثال. وكلياتنا بنمرق بازمات ماليه للامانه، ما في حدا يعني سالم من هذا الكلام. صح. بس هي بنفس الوقت يعني قد ما هي فرصه ونوع من انواع التكافل اللي كثير مميز بالمجتمع، صح. على قد ما قد تكون هي مشكله لاحقه قد تنتهي بالسجن يعني. طيب نحن شلون هلا بدنا نفرق بهي الحاله؟ يعني امتى بدنا نفرق انه الدعم المالي من العائله احيانا بيكون فعلا دعم حقيقي، فعلا بيعطي دفعه لقدام، وايمت بيكون لا، هو شيء عم يستنزف العائله، هو شيء عم يوديها لمكان يمكن ما تكون سعيده فيه بالنهايه. طيب هذا الكلام بده يكون هو رهن الانسان نفسه. يعني هل انا بازمه ماليه على سبيل المثال لفتره مؤقته، ولا ما أنا واضحه النهايه تبعها؟ وهذا سؤال لازم اللي بده يعطي المصاري يساله ويفهمه كثير منيح. هل هذا الشخص هو يعني عاطل عن العمل بشكل مستمر؟ هل عم بيبذل جهد على سبيل المثال بالبحث عن عمل؟ تمام. هل ممكن انه هو يجدول هذا الدين اذا بدنا نعتبره دين بشكل او باخر، او هو بالاساس ما مقايس عن هذا المال ومعتبره هديه له لهذا الشخص؟ وهي نقطه كثير مهمه. والنقطه الثالثه اللي هي الاصعب واللي هي عم بتشكل تحدي فعلا بالمجتمع، انه يعتبر هذا الشخص اللي اقرض المال انه هو عباره عن استثمار او عم بيفوت شريك معه لهذا الشخص. يعني المصيبه انه ما في شيء مسجل، صح. ما في شيء بيثبت الحقوق، بس صح. الكلام شفهيا، وهون تبلش الخلافات والتحديات على ارض الواقع. طب عبد الله، انا هيك بدي اجيك بامثله يعني بنسمعها كثير بمجتمعنا، انه بعض الاشخاص بيطلبوا دين من شخص بيعرفوا انه هو مقتدر ماديا. نعم. فبيقولوا له انه والله نحن بحاجه هذا المبلغ الفلاني، بعد فتره بيكتشفوا الشخص اللي عطوه هذا المبلغ انه هذا الزلمه اخذ هي المصاري بس لمجرد مثل ما بيقولوا هيك انزعه، انه لا مثلا يعزم يعمل عزيمه كبيره ولا ليشتري سياره فخمه ولا هي. نعم. فهل من حق الطفل من حق الاشخاص يلي عطوا هذا المبلغ انه يسالوه انت هدول المصاري شو بدك تساوي فيهم؟ طيب هذا الشيء يعني بده يكون بالبدايه باتفاق مسبق. هل انا عم بعطي هذا المال
هيك من دون اي مقابل وماني متوقع انه يرجع لي. بلس انه اذا كان بصيغه الانزعه مثل ما بيقولوا، او هو خلينا نقول انه هذا الشخص هو عنده دخل لكن هو متعود انه يصرف فوق الدخل تبعه، تمام. وبيطلب من الجميع انه كل مره حدا ينقذه او يساعده بشكل او باخر. هذا الشخص برايي يعني ما خرج انه نحن نساعده للامانه، لانه هو عايش يعني مو على قد بساطه يعني مثل ما بيقولوا. وهي نقطه كثير حساسه بهذا الموضوع. طبعا اذا والله انا عم بتدين مشان انا اغير عفش بيت، عم بساوي شغلات كماليه تماما. يعني هي كارثه بتكون، لانه مضمون الدين والمساعده راح انتهى يعني على سبيل صحيح، المثال. صح. او لغير سياره او لدهن البيت تبعي، يعني شغلات كماليه ما أنا اساسيه. اساسا مبدا الدين هو خاطئ، بيكون يعني بيكون خسران حتى لو كان على نيه السداد يعني. طبعا في مقوله نحن بدنا نستثنيها من هاي الفقره مشاهدينا، مقوله مصاري ابي مصاريه ومصاريه مصاريه، خصوصا للبنات. هاي معلش خلينا حاطين على جنب هاي المقوله، ما دخلها. بدنا نحكي نحن عن الاقارب، يعني قديش مزبوطه هاي المقوله؟ من ناحيتي انا بعتبرها مزبوطه بصراحه. انت مطبقتيها يعني؟ طبعا انا طول قدرانه حياتي مطبقتيها؟ ما شاء الله عليكي. بكل الاحوال هي الامور مو هيك تقاس بقد ايه انا قدران سيطر على هذا كم المال اللي معي. ومثل ما قالت منى قبل شوي، اذا ذاع صيتك بالعيله انه معك فائض من الاموال، هون بتبلش بتجيك الطلبات يعني الناس بتطلب المساعده منك بشكل او باخر، بشكل جميل وبشكل احيانا وقح يعني. صحيح. يعني انا مره هيك تذكرت موقف هلا على سيره الاستنزاف. مره كنت مسافره، فعم اقول له لبابا انه انا رح اغيب 10 ايام تقريبا. قال لي بابا كمليهم للشهر، بدي ارجع اوقف على رجلي من اول وجديد. حاجه بقى لهالدرجه روز مسببه ازمه؟ بس لبابا. طيب برأيك عبد الله، هل مثلا كتابة اتفاق بسيط بين الأقارب أو شيء مكتوب هو شيء آمن للطرفين، ولا لا بتحس إنه ممكن يكون فيه شوية حرج؟ نعم. للأمانة نحن ما تعودنا بالمجتمع إجمالا قيمك عن العيلة إنه نحن نوثق اتفاقاتنا. طيب وين الحرج بالموضوع إذا اتفقنا أنا وياكي على صيغة معينة وذكرناها وخليها هي تذكير لنا على الشيء اللي اتفقنا عليه. وهي نقطة كتير حساسة بهذا الموضوع. طبعا هذا الكلام من الراعي فيه إنه اللي أقرض المال أو عطى المال هل هو متوقع إنه يرجع له، ولا هو عم يفوت معه يعني كشريك، هل هو عم بيعطيه هون كدين؟ شو نوع يعني العطاء هذا خلينا نسميه. لما يكون متوقع انه يرجع له هذا الكلام، على الاقل يتفقوا على آلية سداد. انا كيف كل شهر كيف بدي سدد. وهي نقطة كثير حساسة ومهمة، لانه بعض الاشخاص يعني الغير جديين يعني بياخذ مبلغ من المال بس هو ما بيقدر يغطيه او يرجعه بشكل او باخر، دخله ما بيسمح له يعني، او بده زمن كثير طويل. وهون بقى يعني الشخص اللي عم بيساعد هو بيبين بقى نواياه بهي الطريقه. طيب اذا كان استثمار، هون الكارثه الحقيقيه. واليوم معظم العوائل اجمالا يعني بيدعموا بعض الاشخاص اللي عندهم تجارات اعمال، تمام، وللاسف ما بيوثقوا هذا الكلام، فما بتضمن الحقوق بين الجميع. بلس انه شو نسب الارباح؟ يعني على سبيل المثال كيف بدنا نتفق على الارباح؟ كيف بدي اضمن انا راس المال اللي عم بستثمره مع هذا الشخص؟ كيف بدي استرد يعني هذا المال؟ هل انا بتوقع علي الخسائر مثل الارباح؟ يعني لازم ادخل فيها. يعني هي التفاصيل بدها اتفاق صراحه، لانه اولا نحن ناس وبننسى، والمصيبه انه كل واحد بيفهم على كيفه. صح. يعني كل واحد بيعتبر شيء، يعني يمكن انا عم بفوت كمستثمر، الشخص الاخر بيفترض انه انا دينته او العكس. 100%. وهي نقطه واقعيه كثير عم بتصير على ارض الواقع يعني بين الاسر. طيب بهي الحاله عبد الله، نحن كيف بنقدر نحدد مده لسداد الدين خلينا نقول، او مده لحتى تطلع ارباح الاستثمار؟ يعني قديش بيكون مريح اذا نحن حطينا مده منطقيه مناسبه للطرفين؟ حلو. روز، هي القصه لها علاقه بالنيه اولا. يعني اليوم لما نحن عم نعطي اموال، فغالبا سواء كانت بنيه الاستثمار ولا بنيه المساعده، فهي اسمها تحت اطار المساعده. يعني نحن عم ندعم هذا الشخص كرمال يعني نعمل له بوش بشغله خلينا نقول، او بشكل او باخر. هذا الكلام بيحتم علينا انه نحن نتعامل بالموضوع بجديه. تمام. الجديه شلون يعني؟ لانه الشخص الاخر اذا ما حس انه في شيء متفق عليه او شيء موثق،
هو ما حيكون كثير مهتم خلينا نقول سداد هذا راس المال او حتى توزيع ارباح بشكل عادل ومنصف. هي نقطه بيوقع فيها كثير من الناس، ويعني للاسف نحن بننحرج كثير، خصوصي بعلاقاتنا كاخوه مثلا او ام وابنها. صح. معقول الام وابنها يكتبوا بيناتهم شيء؟ اي وين المشكله؟ يعني مين قال انه هذا المال هو مال يعني صح. متاح للجميع؟ على الاقل وقت اللي بدها تسامح الام او الاكس، الشخص اللي مين ما كان يكون بده يسامح بهذا المال، يسامح من طيب خاطر، مو والله راحوا علي المصاري. وهي اللي بتصير الكوارث. وللاسف القضاء يعني صالات القضاء معبايه بنماذج للاسف الاشخاص ما عم تقدر تثبت حقوقها بين بعض البعض بسبب انه هن ما وثقوا ما عقد، وثقوا مكتب. او يعني ما اتفقوا على آلية سداد واضحة، او حتى تفاصيل بالتعامل التجاري. وهي بحد ذاتها قلة وعي. ما بيقولوا انه القانون لا يحمي المغفلين اللي اغفلوا معرفتهم بالقوانين. هي المغفلين يعني، مو انه واحد انه ناقصه عقل او شيء، لا هو تم اغفال معرفته بالقانون. هي من هون يعني بتنطلق المشكلة يعني. المشكلة صح. طيب عبد الله، يعني ما بعرف ليش دائما المغترب السوري دائما وقت هيك يكون برات البلد هو اللي بينطلب منه اكثر شيء المبالغ المالية. فهذا الشخص المغترب هو كيف بحط حدود لهذا الموضوع؟ طيب ابتداء من انه نظريه انه كل شيء عم بيسافر لبرا عم بيلاقي الذهبات على الارض على الشجر وعلى الشجر، وهو بيقعد بيلمهم يعني يا خطيتي عليه عم بيتعذب. خلينا نكون يعني واضحين بهذا الكلام. قد يكون من واجب الشخص انه يدعم عائلته او اسرته ببعض الاحيان، يعني من منطلق مجتمعي وانساني وديني و بالمقابل ما بدنا يتحول هذا الكلام لاستنزاف يأخره او يعطله عن التقدم او التطور. صحيح. خلينا نقول آلية الاتفاق هي بالاساسيات. انا مين عندي قدره اني ادعم، هي اولا. ثانيا انا بمين ملزم، والدي ووالدتي اكيد انا ملزم اني انا ساعدهم بشكل صح. او باخر. اخوتي بساعدهم لكن على قدر اللي بستطيع فيه. مبدا الاولويات هون بده يتحقق. بده يكون الانسان احيانا حازم بموضوع الاعتذار من بعض الاشخاص اللي يعني هو ما واثق بجديتهم. صح. ومن هون بتبلش القصه. اذا كنت مقتدر ماديا يعني عزيزي المغترب، لازم تسأل على خلينا نقول تفاصيل الشخص، حياته. هل هو جدي بشغله، هو عم يشتغل مستمر ولا كل يوم عم يبدل شغل؟ هل هو عاطل على العمل؟ هل تجارته رابحة؟ هل هي التفاصيل هي بتعطيك شكل من أشكال الاطمئنان. بلس إذا أنا بدي ساعد فعلا خليني وضح آلية المساعدة. هل هي دائمة ولا مؤقتة؟ مؤقتة تمام. يعني أنا لمرة واحدة فقط قد تكون أو لشهرين أو ثلاثة، ولا أنا خلص أنا متكفل بإرسال مبلغ معين بشكل مستمر. لأنه يعني هون بنوقع بفخ ثاني، هو شو؟ إذا يعني بعثت لي روز مثلا $100 على سبيل المثال، ما رح ابعث لك 200 طيب فكرة معك 200 ببعث لك. وهي بنيتها تعطيني اياها مره واحده بس، خلينا نقول. فانا حاعتبر تلقائيا انه خلص هدول $100 مستمرين، صار عندي راتب شهري 100 دولار. ايه، وحاعتبر انه هذا صار حق مكتسب لإلي، وبصير بعاتبها وبزعل منها. صح، وانه من واجب روز انه اصلا تبعت. بالضبط. صح. يعني فهي يعني هي المشكله، وبتصير بتساوي خلافات حساسه خصوصا بين العيله. يعني ولانه علاقاتنا متشابكه بالعيله وبنعتمد على انه لا نحن اخوه ونحن اهل وعلى العاطفه اكثر. صحيح. لا موجوده قرايبتنا المغتربه. خلص بالضبط. اطمنوا. بلس انه الناس بتعتبر انه المغتربين عن جد هن يعني بنك من الاموال. صح. وهن يمكن يكون حالتهم أسوأ من حاله اللي هون قاعد بسوريا. 100%. خطر لي فيديو كثير انتشر على السوشيال ميديا اللي بيقول لك انه نزلت على البلد لحتى اشوف الاقاربه اللي بدينهم، قام لقيتهم عايشين عيشه احسن من اللي عايشه انا فوق. بالضبط. هي الحقيقه الامانه يعني مع الاسف على فرق العمله وهو بيكون فعلا يعني بحالات مختلفه عم بيقطع عن تمه وعم بيحاول يساعد غيره بشكل او باخر. 100%. طيب عبد الله، هلا بدنا تحكي لنا عن القاعده الماليه الذهبيه خلينا نسميها، يلي ممكن تساعد اي شخص حابب يدعم عائلته ماليا بس بنفس الوقت بدون ما يتم استنزافه. حلو كثير. دائما نحن بعالم الاعمال بنحاول نبحث عن المؤشرات العامه، وهي المؤشرات هي بتوجب علينا البحث والتحري والتقصي. تمام. ببساطه انا لازم اسال واسال واسال وما اعتمد على مصدر وحيد للمعلومات. اسال اهلي، اسال جيراني، اسال رفقاتي القرايبين الدرجه الاولى الثانيه وهكذا بحسب اللي بقدر عليه، واستفسر من جديه هذا الانسان بعلاقاته
بشكل عام. اليوم مؤشر كتير بسيط للاشخاص، هل هذا الشخص هو مستقر اسريا؟ يعني قبل ما مثلاً. احكي عن شغله هل هو عائلته عائله طبيعيه يعني بالمستوى الاعتيادي؟ من هون بتبلش هي الانديكيتورز، المؤشرات اللي لازم انتبه عليها. هل هو عم يعني وحده من النقاط، هل هو عم يتواصل معي بشكل مستمر؟ يعني ولا هو بس هالمره اتصل فيني بعد غياب مثلا 20 سنه تماماً. وتذكرني انه انا في معي مصاري، او سمع بقعده من القعدات انه احد الاشخاص انه هيك. بالمجمل هو ما في مشكله، لكن انا من حقي اني كمان اعرف لمين بدي ساعد ولوين بدها تذهب الاموال، ما تروح باماكن رفاهيه مثلا ما لها طعمه. يعني هو صح. بس بده ياخذ مساعده مشان يحسن وضعه الكمالي خلينا نقول، وليس وضعه الاساسي. من هون بتبين القصه اذا هو هذا الانسان خرج اني انا استثمر بعلاقتي معه بشكل او باخر ولا لا. الاعتذار كثير بسيط يعني ما كثير صعب على فكره. ما بالضروره ابدا انه نحن نرتبك او ننحرج منه. صح. بالمقابل الشيء اللي لازم نخاف منه هو الاحراجات اللي حنوقع فيها وقت نكتشف انه الاموال اللي اندفعت ما عم ما تنحط حترجع. بمكانها او صح. ما عاد ترجع، او خسرناها بشكل او باخر. هون بتبلش بقى يعني الشروخات بين العيله. صح. ما بيقعدوا بيحكوا مع بعضهم، بيعادوا بعضهم، بيحكوا على بعضهم، ومن هون بتبلش بقى الشرخ المجتمعي الحقيقي. صح. القاعده الاساسيه اني اسال عن جديه هذا الشخص، واني انا اوثق العلاقه الماليه اذا انا متوقع انه يرجع هذا المال، او انا عم بستثمر مع هذا الشخص، وسجل وثق كل التفاصيل من اسماء، من تواريخ، من نسب ارباح واداره والتفاصيل، وهي بحاجه احيانا بعض الاحيان لمحامي انه يشرف على هذا العقد. وببساطه انه اكون انا واضح بالتعامل مع الناس. هي القاعده الذهبيه الماليه اللي لازم انا اشتغل عليها، وهي قاعدتها او اساسها التوثيق. فاكيد من يعني هيك بنرجع بنوضح للمشاهدين انه التوثيق والتوثيق والتوثيق، لانه نحن شيء ما لنا متعودين عليه بمجتمعنا. شكرا كثير لك عبد الله قاسم اغا على هالمعلومات ونورتنا. شكرا كثير لك عبد الله، نورتنا اليوم. شكرا كثير لكم.